بما انك من اول رمضان طبعا صايم وما بتذاكرش ومضيع وقت منك كتير، وربما كتير منكم ما حضرش دروس او كان بيحضر دروس وبينام على المخدة ما بيذاكرش. احنا جايين النهارده يا صديقي يا طالب تانية اعدادي علشان نلم منهج الشهر في حصة واحدة بس، وبكرة نعمل لك تطبيقات من كتاب الامتحان على امتحان الشهر دوت. جايين النهارده يا صديقي علشان نشرح لك منهج الشهر بطريقة كرييتيف جديدة بسيطة سريعة سهلة. جربت تفهم درس المنى؟ تعال نفهم درس المنى بطريقة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. درس المنادى. يعني ايه منادى يا أستاذ من البداية كده؟ المنادى هو الكلمة اللي هتيجي بعد أداة النداء مباشرة. طب إيه هي أدوات النداء؟ أدوات النداء يا وآية وهيا وآ وأي. أيا وهيا أدوات نداء للبعيد، وأي أدوات نداء للقريب، أما يا اللي موجودة في النص دي قريب وبعيد، تمشي الاتنين. فالكلمة اللي بعد الأداة مباشرة هتبقى هي المنادى، يعني ده اللي أنا بنادي عليه. شوف يا صديقي إن كل الأسئلة اللي في المنادى هتكون عبارة عن إنك لازم تعرف الأول نوع المنادى عشان تعرف تجاوب أي سؤال. قال لك استخرج منادى وبين نوعه، طبعا لازم تعرف النوع. قال لك انا عاوز اعرابه، لازم تعرف النوع. طب عايز حكمه، لازم تعرف النوع. طب حول من منادى حاجه لمنادى حاجه تانية، لازم تعرف النوع. فكل الاسئله في المنادى لازم تعرف النوع. ايه انواع المنادى؟ هنقول لك الاول ان انت عندك سهمين، السهمين دول بتوع حكمه واعرابه. فحكمه واعرابه معرب او منصوب. الناحيه الثانيه مبني. فلو قال لك المنادى ده حكمه ايه، استخرج منادى وهات حكمه. حكمه ايه؟ معرب او مبني. منادى واعرابه، اعرابه منصوب او مبني. طب انا اعرف منين بقى ان المنادى ده منصوب ولا مبني، معرب ولا مبني؟ هتعرفه من هنا، من الانواع. المعرب 3 انواع، والمبني نوعين. لو عرفت الانواع دي واتقنتها كويس الدرس خلص، هو الاساس. وانا بشرح لك الدرس دوت بدل ما نشرح لك نوع زي ما حصل طبعا في كتب كتير او في حصص كتير، لا احنا جايين النهارده بنجمع لك كله في سبوره واحده بس، في صفحه واحده بس، الانواع كلها مع بعض والاعراب كله والانواع كلها والاحكام كلها كله في صفحه واحده بس. ايه الانواع؟ مضاف، شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة، علم مفرد. دول كده ال5 انواع، اللي هو لو انت عاوز تعرف الاعراب لازم تعرف الاول النوع زي ما اتفقنا. بص بقى الانواع هتيجي ازاي. ادي الاتنين دول هنقارن ما بينهم، والاتنين دول هنقارن ما بينهم. اول نوع تبص له دايما العلم مفرد. اول نوع لو لقيت المنادى اللي قدامك ده اسم شخص او اسم بلد او يا الله، وخلي بالك يا الله بيبقى عليها همزه، او اللهم، يبقى منادى على مفرد، مفيش تاني. ايه المنادى على مفرد؟ اسم شخص، اسم بلد، يا الله، اللهم. اسم شخص زي ايه؟ يا عمر، يا محمد، يا ابراهيم. اسم بلد يا مصر، يا قدس. اسم بلد. لكن لو قلت يا بني، خلي بالك عشان كلمه مهمه قوي، يا بني ده هتبقى منادى مضاف، هتعرفها بعد شويه، مش منادى على مفرد. ليه؟ لان مش اسم شخص.
ما تقوليش بقى اصل هو ابني وانا عارف اسمه، لا لا لا، يا عمي مش برضه هتبقى مضاف مش علم مفرد. ما تقولش اصل هو عمي انا وانا عارف اسمه، لا انا عاوز اسمه، عاوز اسم الشخص نفسه، عاوز اسم البلد نفسها. لما اقول يا بلدي يا وطني برضه علم مفرد، برضه مضاف مش علم مفرد، لان انا عاوز اسم البلد نفسه. يبقى العلم مفرد اسم شخص، اسم بلد، يا الله اللهم، بس ده كده العلم مفرد. فلو طلع علم مفرد يبقى اعرابه ايه؟ منادى مبني. تمام تمام. طيب مش علم مفرد، بص بقى الحاجه البسيطه قوي، هتروح تعد المنادى كام كلمه. لو اكتر من كلمه يبقى مضاف او شبيه بالمضاف. لو كلمه واحده يبقى نكره مقصوده او غير مقصوده. ده كده باسهل طريقه، غير بقى طريقه المضاف والشبيه بمضاف وفي حرف جر وبتاع ودي اعرابها ايه، لا دي اسهل طريقه. هتشوف المنادى كام كلمه. يعني ايه كام كلمه يا استاذ؟ يعني انا اقول لك دلوقتي يا شباب مصر، ها بنادي على مين؟ على شباب مصر. كام كلمه؟ كلمتين، يعني اكتر من كلمه، يبقى مضاف او شبيه مضاف. هتعرف دلوقتي الفرق ما بينهم ايه. لو قلت يا شبابا، المنادى ايه؟ شبابا، كلمه واحده، يبقى نكره مقصوده او غير مقصوده. حلو كده. طيب الفرق بين الاثنين دول، الشبيه المضاف ما فيهوش ولا نون ولا تنوين. الشبيه المضاف قصدي معلش، الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف لازم يبقى فيه نون او تنوين. اما المضاف ما فيهوش ولا نون ولا تنوين. بمعنى لما اقول له يا متقنا عملك، كم كلمه؟ اتنين، اكتر من كلمه يعني، طبعا بعد الاداء اكتر من كلمه وفيها ايه؟ تنوين، يبقى شبيه بالمضاف. طب يا استاذ انا عاوز احولها لمضاف، ما ايه الفرق ما بينهم؟ نون او تنوين، شيل التنوين تبقى يا متقن العمل، شلت التنوين بقى مضاف. ده الفرق ما بينهم. يبقى اكتر من كلمه مضاف او شبيه بالمضاف، فيها نون او تنوين يبقى شبيه بالمضاف، ما فيهاش تبقى مضاف. قصدي على اني نون، مش النون بتاعت متقن، لا النون اللي هي بتاعت الجمع المذكر والمثنى. اقول له يا متقنين يا متقنين، دي اللي هي اليه نون دي، ماشي. اما لو كلمه واحده يبقى نكره غير مقصوده او نكره مقصوده. الفرق ما بينهم نكره غير مقصوده تلاقي اخرها تنوين بالفتح كده او يه نون، اما هنا اخرها الف نون او واو نون او مفيش تشكيل خالص، اللي هو المفترض يبقى فيه ضمه بس ما بيحطهاش. يعني هنا اقول له ايه؟ يا متقنا، كلمه واحده بس وفيها تنوين، او كلمه واحده وفيها ايه نون. تقول لي يا استاذ طب انا هتلخبط بين دي ودي، اقول لك لا يا سيدنا، ما احنا قلنا من البدايه ايه؟ انها كام كلمه. لو اكتر من كلمه يبقى انت هنا اصلا وتشوف بقى النون او التنوين، لكن لو انت كلمه واحده يبقى انت هنا وتشوف ساعتها اخرها ايه؟ تنوين بالفتح او ايه نون، تبقى نكره غير مقصوده. اما كلمه واحده بس اخرها الف نون، يقول لي يا متقنان، او اخرها واو نون يا متقنون، او متقن اللي هو مش اخرها حاجه خالص ولا تشكيل ولا اي حاجه، تبقى نكره مقصوده. فلو جيت قلت لك حول من نكره غير مقصوده لنكره مقصوده، يبقى تشيل التنوين بالفتح وتحط لي الف نون او واو نون، او ما تحطش حاجه خالص. ادي الفروق ما بينهم. انت متخيل كده ان ده الشرح الاساسي بتاع المنادى؟ لو اتقنت ده الدرس في جيبك. تعال نقول لك بقى، لو قلت لك ايه؟ انا عاوز اعراب يا متقنا، هتقول لي ايه؟ هو الاول نوعه ايه زي ما اتفقنا؟ مش هو نوعه نكره غير مقصوده؟ اه يا استاذ، اذا اعرابه اطلع بالسهم يبقى منادى منصوب. طب منادى منصوب بايه؟ ما هو التشكيل قدامك اهو، في تنوين بالفتح يبقى منصوب بالفتح، فيه نون يبقى منصوب بالياء. تعالى هنا يا متقنا عملك، اعرب لي المنادى. هتقول لي اعرف لك نوعه الاول، مش هو نوع شبيه بالمضاف؟ اه، يبقى اعرابه منادى منصوب. يلا تاني من الاول. اي منادى الاول عشان تعرفه لازم تقول لي ايه نوعه. طب اجيب نوعه ازاي؟ اول حاجه تفكر فيها العلم مفرد، اسم شخص، اسم بلد، يا الله اللهم. مفيش، هتروح تشوف المنادى كام كلمه. لو اكتر من كلمه يبقى مضاف او شبيه بالمضاف. لو كلمه واحده يبقى نكره غير مقصوده او نكره مقصوده. ساعتها بقى لما تشوف عدد الكلمات تشوف النون او التنوين، تشوف النون او التنوين، وبكده يبقى ده درس المنادى. عندك بس كام تركه مهم قوي انك تكون عارفهم. تعالى للتركات. التركه الاولى،
حضرتك لو لقيت، خليها هنا، لو لقيت المنادى فيه ضمير، على فكرة دي معلومة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية أهي، ملحوظة قلبوظة، فركزي فيها قوي. لو لقيت منادى فيه ضمير هيبقى منادى مضاف، بيتكرر كتير قوي يا رجالة في الامتحان، بيتكرر كتير يا بنات في الامتحان. يعني ايه منادى فيه ضمير؟ يعني يقول لك يا وطني، مش الكلمة دي اسمها وطن وفيها ياء اللي هو عايد عليا اللي هو الضمير، يبقى دي كده مضاف. ليه مضاف؟ بالشرح اللي احنا لسه قايلينه من شويه، مش دي اكتر من كلمه؟ ما فيهاش نون ولا تنوين، يبقى مضاف. فكده تبقى عارف اي منادى فيه ضمير يبقى منادى مضاف، يبقى ده كده منادى مضاف. طبعا بما انه منادى مضاف يبقى اعرابه منادى منصوب طالما مضاف. طيب دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه، لما تلاقي منادى لو ادالك كلمه والكلمه دي فيها الف ولام وقال لك نادي عليها فيها الف ولام، زي مثلا كلمه المعلم، قال لك ضعها في اسلوب نداء، هتقول له ايه؟ ادي كلمه المعلم، ضعها في اسلوب نداء، فهل يا ترى هتقول له يا المعلم؟ لا مش هيحصل، ما ينفعش. امال تقول له ايه بقى؟ لازم تجيب اسم اشاره من عندك قبل كلمه المعلم. اسم اشاره زي ايه؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ذلك وتلك واولئك، ايها وايتها، كل دي اسماء اشاره، ولكن اشهر حاجه مع المنادى هو ايها وايته، ايها للمذكر وايتها للمؤنث، فتقول له يا ايها المعلم، وتبقى ايها هي المنادى لان هي اللي جت بعد اداه النداء زي ما اتفقنا من شويه، واعرابها الثابت منادى مبني على الضم في محل نصب. استنى، طب نوعها يا استاذ؟ نكره مقصوده. على فكره شكل مهم قوي. اما المعلم بقى اعراب ثابت، اما انك تقول عليها نعت مرفوع او تقول عليها بدل مرفوع، الاعرابين صح، بس انت لسه ما اخدتش البدل فممكن تقول نعت. عايز معلومه زياده انها بدل كمان، بس عشان لسه ما اخدتوش هتاخده ان شاء الله السنه الجايه، يبقى انت عندك ايه؟ نعت مرفوع. ده كده كل شيء في المنادى. هاجي اقول لك استخرج منادى، دور على ايه؟ على اداه نداء وتطلع الكلمه اللي بعدها. طب بين نوع، تشوف دي ايه؟ اسم شخص، اسم بلد، يا الله، اللهم، يبقى ده منادى على مفرد. طب مش ده، فتشوفوا كام كلمه، اكتر من كلمه يبقى مضاف او شبيه بالمضاف، كلمه واحده يبقى نكره مقصوده او غير مقصوده. قال لك انا عاوز اعرابه او عاوز حكمه، ساعتها تشوفوا نوعه ايه. فلو طلع مضاف او شبيه بالمضاف او نكره غير مقصوده يبقى كده اعرابه منصوب وحكمه مبني. اما لو طلع نكره مقصوده او علم مفرد يبقى اعرابه مبني او حكمه مبني برضه. ده كده اول درس نحو في المنهج. تمام؟ طبعا التطبيقات احنا كده وريناك شكل الاسئله عامله ازاي، لكن التطبيقات كلها هنحلها ان شاء الله بكره من كتاب الامتحان. تعالوا نروح للدرس الثاني اللي هو درس التمييز. التمييز يا صديقي له نوعين، وخليك عارف ان التمييز هيكون غالبا منصوب واحيانا بيبقى مجرور. الوحده الاولى دي انت عندك مقدمه التمييز، لكن الوحده الثانيه ان شاء الله عندك بقى التمييز بقى باختصار، التمييز بالتفصيل. وده التمييز بالتفصيل ده بالمناسبه معظم الكتب بتقوله بطريقه صعبه قوي، يعني تلاقي بعض الكتب واصل تقريبا في شرح التمييز ده ل 8-9 صفحات. فانا هشرح لك التمييز اللي هو بتاع الوحده الثانيه ده بقى، اللي هو التمييز بالتفصيل ده، هشرحه لك في قد ايه؟ لما يكون بعض الكتب على فكره هتلاقي الكتاب معاك كده 8-9 صفحات، هشرحه لك في قد ايه لما هو يبقى 8-9؟ عايز صفحتين؟ لا. صفحه؟ لا. نص صفحه؟ لا. امال ايه؟ 3 سطور. هنشرح لك التمييز، تمييز العدد
في 3 سطور. الناس لما تسمع تمييز العدد هتعرف لما اجي اقول لك في 3 سطور ان ده ابداع. فهتنتظر ان شاء الله ايه في مراجعه الشهر الثاني، لان انا في الاساس مش شغال اصلا اولى وثانيه اعدادي، احنا شغالين ثالثه اعدادي واولى وثانيه وثالثه ثانوي. لكن عشان طلابنا في اولى وثانيه اعدادي دايما نكون معاهم عشان يطلعوا ان شاء الله ثالثه اعدادي يكونوا شاطرين، فدايما بنشرح لكم المراجعات دي عشان تكون مستعد لما توصل لنا لثالثه اعدادي او ثانوي تكون مستعد وطالب شاطر كده، وطالبه ايه شطوره كده صغيره. مش شطوره؟ يلا معانا. التمييز ده عندك نوعين: تمييز ملحوظ وتمييز ملفوظ. ايه بقى الملحوظ والملفوظ؟ وليه سموه ملحوظ وملفوظ؟ ملفوظ عشان ما تكونش حافظ بس تكون فاهم. ملفوظ لاني عندي لفظ معين. التمييز ده تبقى الكلمه اللي بعده. ايه بقى اللفظ المعين ده؟ تعال نشوف ايه اللفظ ده. حاجه من الاربعه: وزن، كيلة، مساحة، عدد. وزن، كيلة، مساحة، عدد. التمييز الكلمة اللي بعدهم. طب تعال نفهم أكتر. يعني وزن، أنت لو بتروح لبتاع الفاكهة بتوزن إيه؟ بتقول أنا عاوز كيلو تفاح، فالوزن زي كلمة كيلو. سواء بقى كيلو، رحت لبتاع الذهب عايز جرام، فجرام أو كيلو هو ده الوزن. تمام؟ الكيلة دي برضه هي نفس الوزن، بس الوزن بتاع زمان قبل ما يبقى عندنا بقى ميزان حساس والكلام دوت. زمان بقى كان عندهم ايه؟ ممكن يقول لك اردب، ممكن يقول لك كلمه كيله نفسها، ممكن يقول لك مد. المد دوت ايه؟ بايديك كده. فده اللي هو الكيله. المساحه بتقيس حاجه: متر، فدان، قيراط، ذراع. الذراع دوت كده، مش انت بتروح ساعات للترزي كده تلاقيه يروح ايه ماسك البنطلون وراح قايسه كده على دراعه، فهو ده الذراع. فمساحه زي فدان. العدد طبعا معروف: 3 مثلا، 4، 5 كده. وده هيبقى التفصيل بتاع الوحده الجايه ان شاء الله. طيب ده اللفظ. بعد اللفظ ده على طول يبقى التمييز بقى. فمثلا يقول لك كيلو، اسمع بقى التمييز جاي ازاي. اما يقول لك كيلو عنبا، او كيلو عنب، او كيلو من عنب. عندك 3 اشكال. يا اما يجي لك تمييز منصوب، بس كده كده بيبقى نكره على فكره، مفيش الف ولام. تمييز منصوب، او تمييز مجرور، او تمييز مجرور بس قبله حرف جر. يعني يا استاذ يعني ده يعربه اسم مجرور؟ مش اسم مجرور، ده يعربه ايه؟ تمييز مجرور. حرف الجر ده كانه مش موجود، هيبقى اسمه حرف جر زائد، فيبقى تمييز مجرور. يبقى عندي التمييز له 3 اشكال: يا اما نكره منصوبه، يا اما نكره مجروره، يا اما نكره مجروره بس قبله ايه؟ حرف جر. نفس الكلام اردب. يقول لي اردب قمحا، او قمح، او من قمح. نفس ال3 اشكال. فدان، ارزن. يلا قول معايا بقى: نكره منصوبه، او ارزن، او من ارزن. العدد 3. العدد بقى بالذات اللي التمييز بتاعه له حالات خاصه، يجي منصوب في حالات ويجي مجرور في حالات، وده اللي هتعرفه في التمييز بالتفصيل. يعني الوحده دي مش بيقول لك امتى منصوب وامتى مجرور وامتى مفرد وامتى جمع، بيقول لك بس عند العدد هو عدد وخلاص، ويجي بعده تمييز. اللي يجي بعد العدد يبقى تمييز وخلاص. لكن تمييز اعرابه ايه؟ منصوب ولا مجرور، وده امتى وده امتى، ده التفاصيل اللي هتاخدها بعدين ان شاء الله. تمام؟ يبقى لما يقول لك انا عاوز تمييز ملفوظ، هتطلع الكلمه اللي بعد الوزن او الكيله او المساحه او العدد. طب لو قال لك انا عايز المميز، المميز اللي هو الكلمه دي نفسها اللي هي الوزن او الكيله او المساحه او العدد، يبقى دي اسمها مميز. اما اللي بعدها اسمه تمييز، عشان طبعا الراجل يقول لك ايه؟ استخرج مميز، يبقى تطلع له الوزن او الكيله او المساحه او العدد. استخرج التمييز، يبقى تطلع له الكلمه اللي بعد الوزن او الكيله او المساحه او العدد. طبعا في غايه السهوله الى الان. اما التمييز الملحوظ ده صديقي بيقول لك اللي هتلحظه من الكلام.
وانت طبعا انت عارف انت بتفهم، انت ايه بتفهم طبعا، بتقرا النحو وبتفهم صح. فنعمل ايه بقى عشان انت بتفهم كويس؟ يبقى انا هدي لك قواعد بدل ما اسيبك تلاحظه لوحدك، وانا عارف انك هتلاحظه صح انت عارف. فانا ادي لك قواعد احسن، لو لقيت حاجه معينه بعدها الكلمه دي تبقى تمييز. تعال نعرف القواعد. القاعده الاولى: 1، لو لقيت كلمه على وزن افعل وبعدها نكره منصوبه، فالنكره المنصوبه دي تبقى تمييز، بس مش لازم بعدها على طول، عادي يعني. فلما اقول لك اكثر الناس علما، ادي اكثر على وزن افعل وادي نكره منصوبه، يبقى النكره المنصوبه دي تمييز. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه: عندك كلمات معينه لو جه بعدها نكره منصوبه يبقى تمييز. الكلمات دي ايه؟ ملأ وامتلأ وزاد وازداد وفاض واشتعل. لما يجي بعدها نكره منصوبه يبقى تمييز. زي ايه؟ قال الله عز وجل: واشتعل الرأس شيبا. يبقى شيبا هي نكره منصوبه جايه بعد كلمه اشتعل، يبقى تمييز. الى الان ده اللي مطلوب منك يا صديقي في التمييز الملحوظ او التمييز الملفوظ. فيجي يقول لك استخرج تمييز ملحوظ، يبقى تطلع له النكره المنصوبه اللي بعد ده او بعد ده. استخرج تمييز ملفوظ، تطلع له الكلمه اللي بعد الوزن او الكيله او المساحه او العدد. طب استخرج المميز، يبقى تطلع له الكيلو او الوزن او الكيله او المساحه او العدد. فادي كده تقريبا تلت النحو بتاع المنهج باسلوب بسيط وسهل، ولسه هنسهل اكتر لما نيجي اخر السنه ان شاء الله. كده احنا شرحنا لك النحو بتاع الشهر الاول. انتظرني بكره على طول بعد ما تسمع المحاضره دي وتذاكرها كويس. بكره هننزل لك تطبيقات امتحانات من كتاب الامتحان، نحل على الدروس دي وعلى الدروس القديمه وعلى الاعراب القديم، ومع كل حل هنفهمك هي دي جت ليه، جت ازاي، ايه معنى نكره وايه معنى معرفه، والاعراب القديم، وامتى يبقى الفاء ديت ايه ومش حرف جر ودي تعرب ايه. الكلام ده كله هتعرفه بكره في التطبيقات ان شاء الله، عشان تبقى داخل الامتحان وانت مطمن انك فاهم العربي كويس. مع السلامه.